مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم جميعا إلى حلقة جديدة من برنامج من واشنطن. إذن اكتسح الفيل، رمز الحزب الجمهوري، البيت الأبيض والكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ. وقد جاء ذلك في أعقاب حملة انتخابية شرسة قسمت الحزب أو الشعب الأمريكي وكشفت حالة من الاقتتال والتشرذم داخل حزب الفيل نفسه. حان الوقت كي تداوي أمريكا جراح الانقسام وأن نقف سويا. وأقول لكل الجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين في أمتنا أنه حان الوقت لنقف جميعا كشعب متحد. نعم، لقد حان الوقت، وأتعهد لأي مواطن في بلدنا بأن أكون رئيسا لكل الأمريكيين، وهذا أمر هام بالنسبة لي. سؤال: كيف تمكن حزب مقسم ومقتتل من تحقيق فوز كاسح بزعامة دونالد ترامب؟ ثم كيف سيحكم هذا الحزب المقسم خلال ال4 سنوات المقبلة؟ وأخيرا وليس بآخر، كيف يبدو مستقبله في فسيفساء الشعب الأمريكي العرقية والدينية والثقافية؟ أسئلة سأطرحها على عضو الكونغرس الجمهوري السابق جاك كينغستون، الذي بالمناسبة كان مستشار في حملة دونالد ترامب. ولكن قبل ذلك ينضم إلي من أمام مجلس الكونغرس الزميل محمد العلمي. محمد، ما طبيعة الانقسامات في أوساط الجمهوريين التي يخبئها هذا الفوز الكاسح للجمهوريين في الكونغرس؟ عميقة وكثيرة عبد الرحيم، وربما غير مسبوقة في التاريخ الحديث، وربما أسوأ ما فيها هو ما هناك من يعتقد أن الحزب الجمهوري كان يعاني منذ رئاسة أيزنهاور في خمسينيات القرن الماضي من انفصام في الشخصية السياسية، أي أنه كان يذهب للانتخابات بشعارات حادة، لكنه بمجرد ما يصل إلى الحكم يرتمي في أحضان كبريات شركات النفط والدواء والشركات العابرة للقارات والوول ستريت، وينسى جو العادي، المواطن الأمي أو صاحب الدخل المحدود، الفلاح الذي يعيش في الأرياف، الذي يكره الحزب الديمقراطي والليبراليين والليبرالية، يصوت للحزب الجمهوري لأسباب أخلاقية واقتصادية، لكن حينما يحكم الحزب الجمهوري لا يفعل له شيئا. الآن جاء ترامب بما يسميه حركته الترامبية ليضع الناخب الجمهوري على الأرض في مواجهة زعامة حزبه التي صوت لها أكثر من مرة وشعر بخيبة الأمل منها. ووصول ترامب، وربما هذا جواب جزئي على سؤال كيف وصل بالقواعد التقليدية للحزب الغاضبة على المؤسسة ليعمق الشرخ بين زعامة المؤسسة الحزبية وبين قواعدها الانتخابية. طبعا أريد أن نتحدث كذلك عن علاقة، كما أشرت إليها، علاقة ترامب بالجمهوريين في الكونغرس، نعود إليها. إنما أريد أن أسألك عن الانقسامات بين الجمهوريين داخل مجلس الكونغرس نفسه، إلى أي مدى تسود انقسامات؟ هناك انقسامات في الحزبين لكنها أكثر حدة لدى الحزب الجمهوري، وستطفو إلى السطح مع رئاسة ترامب حينما تتعارض ضغم الحزب مع الحركة الشعبوية وشعاراتها التي رفعتها. مثلا العداء العميق لترامب وجماعته لاتفاقية تبادل التجاري الحر. اتفاقات التبادل التجاري من الأسس الإيديولوجية العميقة للحزب الجمهوري، والديمقراطيون جاءوا متأخرا لذلك في عهد كلينتون ونافتا. الآن والمفارقة أنه يقترب من يسار الحزب الديمقراطي ومن النقابات التي تعارض اتفاقات تبادل تجاري. هذا واحد
من خلافات عميقة وكبيرة على امتداد التعاليم الحزبية إن صح التعبير، التي يعتقد أو يعد ترامب في نظرها مرتدا، ولكنه يتمتع بقاعدة شعبية ساهمت أيضا في إيصال والحفاظ على أغلبية الجمهوريين في مجلسي الكونغرس، لأن القواعد التي خرجت يوم الثلاثاء الماضي صوتت لترامب وصوتت أيضا للجمهوريين وحافظوا على أغلبيتهم أيضا. يعني عطفا عليه وبإيجاز شديد لو سمحت، عطفا عليه، يعني هل المفترض الآن أن يقول ترامب للجمهوريين في الكونغرس ممن قد يعارضون: اسمعوا، أنا لم أفز بالصوت الشعبي لكني فزت بأصوات المجمع الانتخابي، عندي تفويض من الشعب وبالتالي يجب أن تذهبوا معي حيث أريد أن أذهب؟ بالأكثر من ذلك عبد الرحيم، سيقول لهم أنتم أخطأتم خلال العقود الماضية، أنا نجحت في إعادة جمهورينا إلى البيت الأبيض وهذه قواعدكم الشعبية يجب أن تستمعوا إليها. لكن المشكلة بالنسبة للجمهوريين أنهم حكموا خلال 70 سنة الماضية بضغمة مختلفة عن الضغمة التي أوصلت أو الشعارات الانتخابية التي أوصلت ترامب، وهنا سيصطدم القطاران، لأن المشرعين هنا يريدون الحفاظ على مقاعدهم لكنهم لا يستطيعون الذهاب بعيدا مع ترامب خوفا أيضا على تلك المقاعد، خاصة إذا ذهب ترامب بعيدا في مواقفه العنصرية، في مواقفه وربما تصريحاته التي قد تزلزل الأسواق المالية الأمريكية والعالمية. وهناك يعني خوف على المستقبل السياسي للحزب وللمقاعد، وأيضا خوف على الاقتصاد وعلى البلد، وكيف سيستطيع الطرفان التوفيق. ستكون السنوات الأربع الماضية مثيرة للمراقبة للصحفيين ولطلاب العلوم السياسية، لأنها مرحلة غير مسبوقة إطلاقا في التاريخ السياسي الأمريكي. وبكل تأكيد نحن سنغطي تطورات السنوات الأربع المقبلة. الزميل محمد العلمي انضم إلي مشكورا من أمام مجلس الكونغرس، وأذكر هنا بما قالته المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون عند تسليمها بخسارتها وفوز غريمها دونالد ترامب. رأينا أن أمتنا منقسمة أكثر مما ظننا، لكنني ما زلت أؤمن بأمريكا وسأواصل ذلك، وإذا كنتم مثلي علينا القبول بالنتيجة والنظر إلى المستقبل. دونالد ترامب سيكون رئيسنا، يجب أن نتعامل معه بعقل منفتح ونمنحه فرصة الحكم. يسعدني أن أرحب بك عضو الكونغرس الجمهوري السابق جاك كينغستون، وأذكر بأنك كنت مستشار في حملة ترامب. بداية يعني السؤال الأساسي: كيف تمكن الحزب الجمهوري حتى وهو في حالة الانقسام الشديد التي ظهر بها خلال الحملة الانتخابية من تحقيق هذا الفوز الكاسح؟ البيت الأبيض، الكونغرس بمجلسيه. نحن كانت لدينا رسالة قوية مقارنة مع هيلاري كلينتون. ليس بوسعك أن تذكر الثلاثة أشياء التي تمثلها. كان هيلر بالنسبة لترامب كانت تخفيض الضرائب وكذلك استبدال وإلغاء الرعاية الصحية لأوباما وإصلاح البنية التحتية. الناخب قال هذا ما يمثله دونالد ترامب. أما رسالة هيلاري كلينتون فكانت أنا لست دونالد ترامب، وهذا لم يكن كافيا. وفي الأسبوعين الماضيين فإن باراك أوباما والمشاهير وأولئك الذين اجتمعوا حول هيلاري قاموا بكثير من الصخب، ولكن هذا جعلها تبدو وكأنها امتداد لباراك أوباما، والشعب رفض ذلك. ومع ذلك كلامك قد لا يفسر كيف تمكن الحزب الجمهوري من تحقيق هذا الفوز الكاسح. يعني أذكرك خلال الحملة الانتخابية كانت كل المؤشرات تقول الحزب الجمهوري هو حزب فئة بيضاء متضائلة عدديا
وبالتالي عرقيا ظهرت انقسامات. هذا الجمهوري يؤيد دونالد ترامب، هذا ينتقد دونالد ترامب، وبالتالي لم يكن أحد يتصور أن يحقق حزب منقسم ومشردم الفوز حتى فيما يتعلق بالسباق على البيت الأبيض ناهيك عن الكونغرس. دعني أقول أن التقارير بأن الحزب منقسم كانت مبالغا فيها من قبل منتقدي الحزب. على سبيل المثال اللجنة الوطنية الجمهورية، وهي تقوم بعملية التنسيق ولكنها كيان مختلف، لأن عليها أن تعيد انتخاب ليس فقط أعضاء الكونغرس ولكن أيضا المشرعين على مستوى الولاية. على الأرض اللعبة على الأرض بالنسبة للجنة كان لديها 6000 موظف، كان يذهب من باب إلى باب ويطلب من الناس أن يسجلوا، وبالتالي هذا كل حزب كانت لديه طريقته، لكننا كانت لدينا آلية جيدة على الأرض والناس لم يعرفوا ذلك. إنما يعني معذرة على الإصرار، يعني عندما يكون زعيم الحزب وهو المرشح للرئاسة يتقاتل أمام الملأ مع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب بول راين، هذا فقط نموذج على سبيل المثال لا الحصر، ويقال لنا في نهاية المطاف لا، الجمهوريون اكتسحوا الانتخابات، فازوا بالبيت الأبيض، فازوا بمجلس النواب، فازوا بمجلس الشيوخ. كيف يعقل؟ أعتقد أن الرسالة التي جاء بها دونالد ترامب كانت أكبر من المنتقدين داخل الحزب وخارجه، وهذه الرسالة كانت رسالة تغيير والوظائف والأمن الوطني والهجرة. وأعتقد أن العائلة العادية شعرت بأن حكومتها لم تستجب لها، سواء كان ذلك يتعلق بتكاليف الرعاية الصحية الغالية أم المصانع. شعرت هذه العائلات بأنها تعبت من الحزب الجمهوري في واشنطن والحزب الديمقراطي في واشنطن، وأرادت شخص من الخارج. هيلاري كلينتون أنفقت الكثير من الأموال، ولكن دونالد ترامب أنفق من ماله الخاص. الحزب الجمهوري هو تاريخيا حزب أبراهام لينكولن الذي يوصف بأنه محرر العبيد. مع ذلك قيل على مدى ال4 سنوات الأخيرة على الأقل أن الحزب الجمهوري لم يعد خيمة تجمع ليس فقط البيض، تجمع كذلك الأقليات ومن بينهم الأفارقة الأمريكيين. أنت الآن تقول كل هذا الكلام ليس صحيح، هناك خيمة جمهورية تجمع الجميع. دعني أعطيك مثالا. جون ماكين حصل على 4% من الأصوات الأفريقية الأمريكية، رامني حصل على 6% وترامب 8%. والسبب هو أن الأفارقة الأمريكان يريدون الوظائف واللاتينيون أيضا يريدون الوظائف. ليست لدي كل الأرقام ولكنهم يستجيبون أيضا للأمن الوطني وتكاليف الرعاية الصحية وما إلى ذلك. لدينا الكثير من اللاتينيين والأفارقة الأمريكيين في الحزب، ولكن منتقدي الحزب يقولون أن ذلك ليس حقيقا، ولكن غالبية الأمر هم في الواقع هم من الديمقراطيين، ولكن لدينا من يساندنا. وسوف تفاجؤون جميعا بصورة جيدة أن حكومة ترامب ستكون شمولية. سنرى. إنما عموما مستقبل الحزب الجمهوري الآن وتبعات ما قد يؤول إليه مستقبل الحزب الجمهوري ليس فقط على الأمريكيين بل كذلك على بقية العالم، بالنظر إلى أن الرئيس والكونغرس من الجمهوريين. هناك سياسات تتصل بخارج أمريكا. كيف تنظر إلى ذلك المستقبل؟ ما هي ملامحه؟
أعتقد أنه سيعيد دراسة الاتفاقية مع إيران. لقد عرضتم في وقت سابق قطعة عن اتفاقية المناخ. سوف يعيد دراسة هذا الأمر وسوف يعيد دراسة علاقتنا مع الحلفاء، وقال أنه فيما يتعلق بالأسد وسوريا سوف يعمل مع روسيا، وإذا اضطر إلى أن يعارضها سوف يفعل ذلك. أعتقد أن قضية سوريا هي مشكلة عالمية تم تجاهلها من قبل الغرب، وعلينا أن نؤكد عليها. 400,000 شخص قد توفوا، وهنالك أزمة مهاجرين، وأعتقد أن قضية الأزمة في اليمن أيضا يتم تجاهلها، وعلينا أن نساعد دول الخليج على أن نحقق الأمن والاستقرار في اليمن وأي مكان في المنطقة. الآن بالنسبة للعملية الحسابية داخل مجلس الكونغرس، يعني هل ترى في العملية الحسابية ما يشير إلى أن دونالد ترامب كرئيس جمهوري يحاول أن يغير السياسة الأمريكية إزاء سوريا مثلا كما تفضلت الآن، سيجد في العملية الحسابية في الكونغرس بين من كانوا ينتقدوه وبين من كانوا يساندونه ما يدعم موقفه بحيث يتمكن من تغيير السياسة الأمريكية إزاء سوريا، سياسة باراك أوباما؟ نعم، هنالك مسودة لقرار تتعلق بالعمل مع الأسد. إليوت إنجلوف من نيويورك هو من يتبناها، وهذه سوف تتحرك في الكونغرس في الأسبوع القادم. أعتقد هنالك 70 راع لها من الجمهوريين والديمقراطيين، ولكنها تضم كلا الحزبين، ومجلس الشيوخ سوف ينظر فيها، ولكنها تركز الانتباه على سوريا والتي تجاهلناها لوقت طويل. جاك كينغستون، شكرا لك. I look forward to coming back. عضو الكونغرس الجمهوري السابق جاك كينغستون الذي كان مستشار في حملة دونالد ترامب. قبيل يوم الحسم في انتخابات هذا العام 2016 تحدث إلى الجزيرة مخرج الأفلام الوثائقية الشهير مايكل مور، صاحب أفلام حصدت جوائز مرموقة كفيلم فahrenheit أحداث 11 من أيلول سبتمبر، وينتقد الفيلم للتذكير بسخرية أحيانا ومرارة أحيانا أخرى السياسة التي اتبعها الرئيس الأسبق جورج بوش في أعقاب تلك الأحداث. ومن بين أفلامه أيضا فيلم سيكو أو المريض، الذي يمتدح فيه النظام الصحي الذي توفره الحكومة الكوبية لشعبها، على خلاف ما يصفه بالنظام الصحي الفاشل في الولايات المتحدة. مايكل مور، حياك. بعض الأمريكيين يقولون إذا فاز ترامب سنغادر الولايات المتحدة إلى بلد آخر. عطفا على فيلمك سيكو، هل تنصحهم بالعيش في كوبا مثلا أم أن هذا سؤال سخيف؟ نعم، لن أقول إن سؤالك سخيف، لكنني أقدر مزاحك. هذا ما سأقوله. هناك من الأمريكيين من يشتكي من أنه لا يفهم سياسات ترامب، هل تفهمها أنت؟ وإذا كنت تفهمها هل يمكن أن تشرحها؟ نعم، بإمكاني تفسير سياسات دونالد ترامب ببساطة. هي كالتالي: كيف ستؤثر علي؟ هل بإمكاني جني أموال؟ كل شيء يتمحور حولي. هل تحمل اسمي؟ هذه هي سياساته. ماذا عن هيلاري كلينتون؟ كما تعرف العرب الأمريكيون يدعمونها، ولكن إذا كنت فلسطينيا أمريكيا مثلا هل ستدعمها؟ عندما ألقت هيلاري خطابها أمام أيباك في وقت سابق هذا العام، كانت تلك من أكثر اللحظات حزنا خلال هذه الحملة الانتخابية. انظر، معظم الأمريكيين يدعمون إسرائيل ولا يريدون حدوث شيء لإسرائيل ولشعب إسرائيل، لكن هذا الموقف لا يحمل أي مصداقية أو نزاهة إذا لم تكن مستعدا لقول نفس الشيء عن الفلسطينيين. إذا قلت أنك تدعم إسرائيل
وأنك ستدافع عنها، لكنك لن تدافع عن البشر الآخرين الذين يعيشون هناك، فمن أنت إذن؟ في الحقيقة أنت تعادي ما تدعو إليه الديانة اليهودية والمسيحية والإسلام وجميع الديانات العظيمة التي تدعونا إلى محبة جيراننا وإلى تقديم المعاملة الحسنة وألا نقتل أحدا، وسيكون أمامنا الكثير من العمل فيما يتعلق بهذا الأمر. نهاية، يعني إذا كنت عربي في منطقة الشرق الأوسط، كيف ستنظر في هذه اللحظة من التاريخ إلى مستقبل العلاقات الأمريكية العربية؟ أشعر بالأسى مما ارتكب باسمنا، وأريد تغيير ذلك خلال حياتي. وأود من العرب والمسلمين على هذا الكوكب أن يعلموا بأننا أصدقاء لهم، وسندافع عنكم كما ندافع عن أي شخص يتم إساءة معاملته. وعندما تريدون الثورة على أنظمتكم، يجب أن نقف إلى جانبكم وأن نساعدكم، ليس بالقوة ولكن بنفس الطريقة التي ساعدتنا بها فرنسا في ثورتنا. لذا أشكركم على إتاحة الفرصة أمامي لتوضيح ذلك، وأعدكم ببذل كل ما أستطيع للمساهمة في تحسين هذا العالم. مايكل مور متحدثا إلى الجزيرة قبيل موعد الاقتراع في الانتخابات الأمريكية الأخيرة. بعد الاستراحة جويس كرم ورائد جرار عن كيف اكتسح حزب مبعثر الساحة الانتخابية وكيف يبدو مستقبل انقساماته وحظوظه أيضا في البقاء. ثواني ونعود. أهلا بكم جميعا إلى الجزء الثاني من هذه الحلقة، ومعي في هذا الجزء كل من جويس كرم الصحفية والكاتبة، وكذلك المحلل السياسي رائد جرار. مرحبا بكما. أبدأ بك جويس. سمعت ما قاله العضو الكونغرس السابق، ليس هناك تشرذم قال في الحزب الجمهوري ما مكنه من حصد هذا الفوز والحصول على البيت الأبيض والكونغرس هو أن هناك قواعد جمهورية موحدة. ما رأيك في هذا الكلام؟ يعني فعلا سمعت الكونغرسمان السابق كينغستون، وأعتقد أنه ضرب إما من الدعاية السياسية أو الخيال. الزلزال السياسي الذي شاهدناه هو زلزال تاريخي فعلا، أكثرية حاكمة، تفويض كبير للجمهوريين في واشنطن، إنما الانقسامات هي أيضا غير مسبوقة داخل الحزب الجمهوري، حتى داخل التذكرة الجمهورية بين دونالد ترامب ونائبه مايك بانس. الانقسامات هي حتى في الحزب الديمقراطي الأمريكي بين أقصى اليسار وخط الوسط. أعتقد عبد الرحيم، يعني أنا وأنت في واشنطن منذ وقت طويل، ونحن أمام خارطة سياسية جديدة اليوم في التحالفات، في الأجندة السياسية للحزبين، ولا أعرف كيف ستنبلج هذه الأجندة السياسية كأجندة حكم للجمهوريين من دون فض خلافاتهم حول قضايا أساسية ليس فقط في الشرق الأوسط بل أيضا في القضايا الاقتصادية، في القضايا الاجتماعية. هذه يعني الصراعات الداخلية ستتضح أكثر في الأسئلة. يعني طبعا سنواصل الحديث في مسألة التشرذم من عدمه، إنما أنت ذكرت أننا نحن الآن موجودون في واشنطن منذ زمن طويل. أشرت كذلك إلى الزلزال، يعني يقال من يعيش مثلنا في واشنطن يشرب من نفس الكوب. هذه الكوب طبعا حالت دون أن ينظر إلى الزلزال من وجهة النظر الأخرى. وجهة النظر الأخرى ما هي؟ عام 2008 انتخب أول رئيس أسود اسمه حسين، اعتقد أنه مسلم، مثل ذلك زلزال بالنسبة لمن صوتوا لصالح ترامب هذه المرة. أكيد، يعني والمفارقة هنا أن بعض الشريحة التي صوتت لباراك حسين أوباما صوتت لدونالد جاي
ترامب. أعتقد أن الاستطلاعات فشلت، أن الرئيس باراك أوباما نفسه فشل في دس هذا النبض وخسارة الديمقراطيين لولايات صناعية مثل ميشيغان، مثل ويسكونسن وأوهايو. هنا هي الهزة السياسية الكبيرة للحزب الأزرق والنصر الكبير. يعني دونالد ترامب سواء كانت رسالته انقسامية أو لا، هو يعرف الغرائز الشعبية بشكل ممتاز وبنى عليها للوصول للرئاسة. رائد، كيف يبدو لك أنت وضع الحزب الجمهوري، حزب الفيل؟ هل بتصورك الانقسامات التي طفت إلى السطح وأكثر من طفت إلى السطح خلال الحملة الانتخابية، هل تعتقد أنها انقسامات حقيقية أم أنه شيء طبيعي، قسم حزب في نظام ديمقراطي يتحدث بأصوات مختلفة لكن في النهاية بلغ الهدف؟ انقسامات حادة جدا، انقسامات خطيرة جدا على مستقبل الحزب وعلى مستقبل الحزب الديمقراطي، حتى انقسامات شعبية حقيقة. يعني ما حصل يوم الثلاثاء الماضي من وجهة نظري كان هزيمة للحزب الديمقراطي أكثر مما هو نصر للحزب الجمهوري. يعني بالأرقام عدد الناخبين الذين صوتوا لدونالد ترامب أقل من عدد الناخبين الذين صوتوا لرومني أو لماكين، أقل، ولكن في الانتخابات السابقة. فيعني هناك فشل ذريع للحزب الديمقراطي أكثر مما هو نجاح كبير للحزب الجمهوري. إنما يعني تذكر أنه خلال الحملة الانتخابية شهور طويلة كان هناك تقريبا إجماع على أن الحزب الديمقراطي هو خيمة الجميع بمن فيهم الأقليات، أنه حزب متماسك وأنه في نهاية المطاف هو الذي سيفوز بالانتخابات. كان على النقيض من ذلك الحزب الجمهوري يصور على أنه حزب مشرذم، يعني فوزه بالبيت الأبيض والكونغرس بمجلسيه قد يشير إلى أنه حقيقة ليس مشرذم. كان هناك تشرذم احتمال حتى أكبر داخل الحزب الديمقراطي. يعني الانتخابات الأولية في الحزب الديمقراطي وظاهرة ساندرز التي شقت الحزب الديمقراطي يعني كان هناك انقسام عنيف في الحزب الديمقراطي. العديد من مساندي ساندرز قالوا بأنهم لن يدعموا كلينتون. عدد كبير من الأصوات ذهبوا للحزب الأخضر، حزب الخضر، أو صوتوا لترامب بالنتيجة. فبالتأكيد هناك انشقاقات كبيرة. كان هناك بروز لظاهرة الأحزاب الثالثة، يعني حزب الليبرتاريانز من الجانب الجمهوري أو حزب الخضر من الجانب الديمقراطي. هناك انشقاقات كبيرة، وأعتقد أن الانشقاقات داخل القاعدة الشعبية الديمقراطية أدت إلى عزوف الناخبين للذهاب إلى مراكز التصويت يوم الانتخابات. أنا سنخصص حلقة قادمة للانشقاقات أو لمستقبل الحزب الديمقراطي، إنما أريد أن نظل مع الحزب الجمهوري. جويس، يعني هذه الانشقاقات التي تقولين إنها حقيقية وموجودة في الحزب الجمهوري، كيف تعتقدين أنها ستؤثر على العلاقة بين دونالد ترامب في البيت الأبيض والجمهوريين في الكونغرس عندما يتعلق الأمر بصناعة القرار؟ أعتقد أنه سيكون لها تأثير كبير. منذ لحظات رأينا أن دونالد ترامب عين نائبه مايك بنس ليدير المرحلة الانتقالية وليس صديقه حاكم ولاية نيوجيرسي كريس كريستي. هذا اتجاه للمصالحة مع المؤسسة الحزبية. في حال بقي بول راين زعيم مجلس النواب، زعيم الغالبية في مجلس النواب، أعتقد أن هذا أيضا من باب مصالحة ترامب مع المؤسسة الحزبية. توزيع المقاعد، رأينا أيضا أنه سيأتي بوزير للمالية من وول ستريت. يعني أعتقد أن دونالد ترامب سيغازل هذه المؤسسة الحزبية، إنما ماذا سيكون الثمن مع ناخبيه الذين صوتوا له لأنه خارج هذه المنظومة وأرادوا ثورة اقتصادية في واشنطن؟ لا أعتقد أننا أمام ثورة حقيقية اليوم. أعتقد أن التنافس الحقيقي سيكون أيضا في السياسة الخارجية. رائد،
هناك توتر يعني ما بين ترامب والقيادة السياسية في الحزب الجمهوري، ليس مجرد بسبب التوتر أثناء الحملة، بس أيضا بسبب وعوده الانتخابية. يعني الآن لديه برنامج انتخابي لل100 يوم الأولى، وضمن برنامجه الانتخابي يريد أن يمنع أعضاء أو يضع حد يعني تيرم ليميت، حد لعدد من المرات التي يمكن أعضاء الكونغرس أن يكونوا في الكونغرس. يعني هذا مخيف لأعضاء الكونغرس. أو مثلا يريد أن يضع حد لأعضاء الكونغرس أو مسؤولين في الإدارة الأمريكية ممن سيعملون كلوبيستس في المستقبل. يعني هناك حقيقة بعض التهديدات للمؤسسة السياسية داخل واشنطن دي سي، ليس مجرد بسبب تعليقات الانتخابية، بس بسبب برنامج الانتخابي. طيب البرنامج الانتخابي، يعني هذا الرجل الآن هو الرئيس المنتخب، بعد شهرين سيصبح هو الرئيس الفعلي للولايات المتحدة، عنده أجندة قد يقال لا نعرف الملامح الكاملة لهذه الأجندة. لنأخذ مثلا وجه من أوجه تلك الأجندة، مسألة التعامل مع الهجرة. يعني بالنظر إلى العملية الحسابية الآن في الكونغرس لدى الجمهوريين، كيف تعتقد أن أجندة ترامب ستسير في مسألة الهجرة والمهاجرين؟ باتجاه كارثي. يعني سيقوم بقطع التمويل عن المدن التي تحاول الدفاع عن المهاجرين، sanctuary cities، سيقطع التمويل الفدرالي عنهم. وعد الآن بطرد 2 مليون من المهاجرين غير الشرعيين داخل الولايات المتحدة. يعني هل سيقوم بذلك بقرارات تنفيذية، أم هناك أعداد كافية من مؤيديه من الجمهوريين في الكونغرس ستساعده على تحقيق ذلك؟ بالطريقتين. هناك أعداد كافية. يعني الحزب الجمهوري لأول مرة منذ العشرينيات من القرن السابق سيتحكم في البيت الأبيض ومجلس النواب ومجلس الشيوخ والمحكمة العليا. هناك يعني تحكم كامل بأجهزة الدولة، وبالتأكيد هناك إجراءات يعني تنفيذية سيقوم بها. جويس، لا أعتقد أن لديه الأكثرية الكافية في المجلسين لتمرير أجندته الاقتصادية أو في مجال الهجرة. مجلس الشيوخ 48 ديمقراطيين، 51 جمهوريين، هذا لا يكفي. الديمقراطيين اليوم بإمكانهم استخدام وسيلة الفيليباستر أو عرقلة التصويت. سامحيني جوز، سنأتي إلى الشق الديمقراطي في الكونغرس، إنما الآن نتحدث عن الجانب الجمهوري. يعني بالنظر إلى الخلافات والانقسامات التي تقولين إنها موجودة في صفوف الجمهوريين، هل كل الجمهوريين في الكونغرس سيدعمون أجندة دونالد ترامب في مسألة الهجرة مثلا؟ لا أعتقد أن هناك توافق جمهوري على أي شيء اليوم، الهجرة أو غير الهجرة. من هنا أعتقد أن هذا التشرذم سيكتمل. ليس لدى دونالد ترامب أكثرية واضحة لدى الجمهوريين لتمرير أجندته، وهو يغير أجندته كل يوم. يعني حظر المسلمين، الأمس كنا نتحدث أنه حذفها عن الموقع، اليوم عادت إلى الموقع. ليس هناك رؤية واضحة بعد، لا نعرف من هو الطاقم الذي سيتسلم الإدارة، وعلينا الانتظار أعتقد قبل. تحملني رائد سؤال متابعة. يعني الآن الجانب أو الشق الديمقراطي في الكونغرس الذي تفضلت بالإشارة إليه، يعني ما إمكانية تحالف الديمقراطيين في الكونغرس مع خصوم دونالد ترامب في الكونغرس من الجانب الجمهوري، أو حتى مع دونالد ترامب؟ اليوم ما أغرب ما نراه في التحالفات الأمريكية في الكونغرس الذي قد يبرز هو تحالف بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، مثلا في موضوع التجارة الحرة ورفض اتفاق TPP والنافتا. TPP والنافتا. هنا بيرني ساندرز الخط الاشتراكي الديمقراطي اليساري يتفق مع جماعة دونالد ترامب في الكونغرس. هذا سيسهل على دونالد ترامب مثلا حذف هذا الاتفاق. إنما في موضوع الهجرة أعتقد ستكون سياسة انتحارية بامتياز للجمهوريين أن يغيظوا الأقلية اللاتينية ويمضوا بسياسات ضد الأقليات في هذه المرحلة. يعني خلال سنتين
لدينا انتخابات أخرى للكونغرس. رهانهم يجب أن يكون على سياسات وسطية. رائد، عفوا، يعني كلام جويس يفترض أن كل أفراد فئة اللاتينو في المجتمع الأمريكي صوتوا ضد دونالد ترامب. هناك شرائح قطاعات منهم صوتت لصالحه، فبالتالي هل تتفق مع المنطق الذي تحدث به جويس الآن؟ يعني أنا كان عندي نفس التصور حقيقة قبل الانتخابات، بس ثلث يعني 31% من المجتمع اللاتيني في الولايات المتحدة صوتوا لصالح ترامب. يعني مفاجأة كبيرة جدا للجميع، بأنه بعد أن وعد ببناء الجدار العازل، بعد أن سمى المهاجرين مغتصبين ومجرمين، وثلث الجالية صوتت لصالح. طيب يعني ماذا يعني هذا بالنسبة لأجندته في مجال الهجرة؟ لأن بعض هؤلاء يقولون نحن صحيح نحن لاتينو، لكن مسألة الهجرة ليست القضية الوحيدة التي تعنينا. هناك التعليم، هناك الصحة، هناك مناصب الوظائف، أمور أخرى تعنينا مثل ما تعني بقية الناخبين الأمريكيين. في موضوع الهجرة هو أكثر موضوع معقد، لأنه سيحتاج 60 عضو في مجلس الشيوخ لتمرير قرارات جديدة. يعني قضية إلغاء الأوباما كير أو النظام الصحي لأوباما تحتاج 51 عضو في السنت سيقومون بتمرير قرار أول يوم في الجلسة، وينهوا كل عمل الذي عمل عليه أوباما لمدة سنوات، يعني لأنه يحتاج 51 صوت. بالنسبة للهجرة معقدة أكثر، ولكن يعني لديه قبل أن تواصل لحظة في هذا الباب، يعني 51 صوت، يعني يمكن تقول أنت يمكن لدونالد ترامب أن يعتمد 100% على 51 صوت، ليست هناك انشقاقات. ما قبل قليل قلت هناك انشقاقات. صحيح، هناك انشقاقات أيديولوجية على بعض القضايا، يعني قضية مثلا التجارة الحرة، هناك انشقاق كبير داخل الحزب الجمهوري على قضايا تتعلق بالسياسة الخارجية. قضية الهجرة هي واحدة من أو قضية أوباما كير هي واحدة من القضايا القليلة التي قام الكونغرس بتمرير يعني 6 أو 7 قرارات لحد الآن محاولين إلغاء الأوباما كير. فيعني أعتقد بالنسبة لقضية التأمين الصحي هناك اتفاق جمهوري على القضية. طيب. وترامب سيلعب على هذه القضية، سيحاول بناء بعض العلاقات السياسية مع الجمهوريين بسبب معارضتهم للتأمين الصحي، سيحاول بناء بعض العلاقات مع الديمقراطيين بسبب معارضتهم طيب. لاتفاقيات التجارة الحرة. فيعني هناك بعض الحركات السياسية التي سيقوم بها. مفهوم. جويس، أشرت إلى مسألة السياسة الخارجية. نعرف على الأقل مرحليا كيف يشعر دونالد ترامب كمرشح رئاسي، ثم الآن كرئيس منتخب، وربما كرئيس، إزاء بعض ملفات منطقة الشرق الأوسط، سواء فيما يتعلق بالعلاقة مع مصر عبد الفتاح السيسي، أو مع الملف السوري، أو مع الملف الخليجي إلى غير ذلك. كيف تعتقدين أن العلاقة بين دونالد ترامب في البيت الأبيض والعلاقة مع الجانب الجمهوري في الكونغرس ستؤثر في مقاربته لهذه الملفات؟ يعني عبد الرحيم، أعتقد أننا سنكون أمام مشهد غير مسبوق في التعامل مع السياسة الخارجية. دونالد ترامب يعني كي نكون واضحين يصغي إلى صهره جاريد كوشنر وإلى ابنته إيفانكا، هم مستشاروه الأقرب اليوم. معنى ذلك أنهم هذين الشخصيتين يتفقان معه في التقارب مع روسيا مثلا في سياسة منفتحة على 3 لاعبين في الشرق الأوسط، الأردن وإسرائيل ومصر. هنا اتصاله الأول خارجيا كان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أول مقابلة اليوم هي مع صحيفة إسرائيلية. من هنا أعتقد أن الخلاف مع الجمهوريين في الكونغرس سيكون حول الملف السوري أولا وأخيرا، وربما حول القضية الإيرانية. لا نعرف بعد كيف سيتوجه في مقاربة الملف النووي الإيراني. بعد مستشاروه يقولون أنه يريد إعادة التفاوض حوله. ماذا يعني ذلك؟ هل ستقبل إيران بذلك؟ هو يريد قوة عربية مثلا من مجلس التعاون الخليجي في سوريا والعراق. هل ستقبل إيران؟ هل سيقبل العراق في ذلك؟ يعني أسئلة مفتوحة بناء
على كون هذه الأسئلة مفتوحة. يعني هذا الرجل ترشح وقال للأمريكيين أنا أريد أن أحل مشاكلكم المباشرة، يعني سوريا، مصر، الخليج، كثير من الأمريكيين لا يعتبرونها مشاكل مباشرة. هذه أسئلة مفتوحة. تقولين هل سيكون لدى الرجل متسع من الوقت في أجندته ليخصصه لهذه الأمور الشائكة في الخارج، بينما هو وعد الناخبين في الداخل الأمريكي بأمور صعب حتى على أوباما خلال 8 سنوات تحقيقها؟ لا أعتقد أن ترامب هو شخصية ستنغمس في السياسة الخارجية. هو انعزالي بمواقفه بعض الشيء، يعني عارض الحرب على العراق، عارض الغزو في ليبيا، يبدو بطبعه أقرب إلى الشخصيات الدكتاتورية في المنطقة، ويريد سجلا اقتصاديا أكبر ما هو سياسي في المنطقة. لديه علاقات جيدة جدا مثلا مع رجال الأعمال في تركيا، مع رجال الأعمال في قطر. هنا اسم من أحد مستشاري توم براك من أصل لبناني، أعتقد سيكون له دور كبير في الإدارة، وهو رجل أعمال معروف في المنطقة. رائد، يعني هذا الرجل رجل أعمال كما هو معروف، هذه خلفيته. الكونغرس يمسك بحقيبة المال في الولايات المتحدة، يمول المشاريع ويمول السياسات. الكونغرس يسيطر عليه الجمهوريون. يعني ما حجم التحدي أو حجم الفرص التي يتمتع بها دونالد ترامب الآن بالنظر إلى أن الكونغرس هو الذي يمسك حقيبة المال؟ يعني صحيح، يعني النقطة الرئيسية هي صحيحة، وهي هناك حدود لإمكانيات الرئيس في الولايات المتحدة. يعني قبل ما تم انتخاب الرئيس أوباما كانت هناك تصورات بأن الرئيس أوباما سيغير أمريكا وتاريخ أمريكا وسياسات أمريكا. يعني لم نرى تغييرات شديدة. يعني حاول الرئيس أوباما تغيير سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وفشل. حاول تغيير السياسات داخل الولايات المتحدة وكانت هناك عفوا، يعني قد يقال أنت الآن تحاول أن تحكم بالقياس، والقياس لا ينطبق، لا يصح دائما. هو يقول أنا مختلف عن أوباما ومختلف عن بوش ومختلف عن الديمقراطيين ومختلف عن الجمهوريين في السابق. لدي شيء جديد، أنا رجل أعمال أعرف كيف أحل مشاكل الناس. صحيح، لأن يعني هو الخطاب مختلف، بس أنا قصدي يعني حدود إمكانيات التغيير من منصب رئاسة الجمهورية في الولايات المتحدة. هناك حدود، يعني هناك نظام سياسي معقد، وهناك يعني checks and balances، يعني ضوابط تأتي من الكونغرس، من النظام أو من المحكمة الاتحادية، يعني هناك ضوابط متعددة. أنا أعتقد بأن ترامب سيحاول تغيير بعض هذه السياسات من خلال قرارات تنفيذية، وسيقوم بتغيير بعض السياسات من خلال الكونغرس، ولكن سيفشل بتغيير بعض السياسات لأن هناك ضوابط أخرى. جويس، لم يعد أمامنا كثير من الوقت. إلى أي مدى تعتقدين بالنظر إلى ما قاله رائد الآن من قدرة ترامب على تغيير بعض الأمور، إلى أي مدى تعتقدين أنه سيتمكن من تغيير ليس فقط نسيج الفكر الجمهوري لدى الحزب الجمهوري، ولكن كذلك مستقبل الحزب الجمهوري في السياسة الأمريكية؟ يعني هو أعتقد أن ترامب هو من جمهوريين الروكفلر ريبابليكانز، يعني هو يرى مظلة أوسع للحزب الجمهوري اجتماعيا، على الأقل الانفتاح على مثليي الجنس. مثلا مدير شركة باي بال بيتر تيل وفي فريقه الانتقالي يريد خيمة أوسع للحزب الجمهوري. لا أعتقد أنه سينجح في ذلك. مع ذلك لم نسمع ذلك خلال الحملة الانتخابية. كل ما كنا نسمعه هو حقا أو باطلا هو أن القاعدة التي يستهدفها هي قاعدة البيض. هو يتغير اليوم، يعني وهو دونالد ترامب يعني اجتماعيا ليبرالي الميول. ابنته إيفانكا يعني شكلها كعارضة أزياء، زوجته عارضة أزياء، أولاده إريك ترامب معروف بولعه بالنساء مثلا. يعني نحن لا نتحدث عن عائلة محافظة بالمعنى الجمهوري التقليدي. هو سيدفع بهذا الاتجاه لتوسيع الخيمة الجمهورية، إنما فرص النجاح ليست كبيرة، هي ضئيلة اليوم بسبب سلطة المحافظين والإنجيليين داخل الحزب. رائد، يعني ماذا تعني
هذه الأمور بالنسبة لمستقبل العرب الأمريكيين والمسلمين الأمريكيين تحت الخيمة الجمهورية؟ تقليديا كان العرب والمسلمون الأمريكيون تحت الخيمة الأمريكية، إنما في العقود الأخيرة انسحبوا هجروها. صحيح، يعني هناك وضع تقليدي داخل الولايات المتحدة. حتى أحداث 11 من سبتمبر معظم المسلمين والعرب كانوا مساندين للحزب الجمهوري ورأوا الحزب الجمهوري كحزب محافظ ومتدين، وحصل انسحاب من داخل الحزب الجمهوري بعد أحداث 11 من سبتمبر بسبب التهجم على الجالية المسلمة. حصل انسحاب آخر، يعني أنا شخصيا كنت عضو في الحزب الجمهوري لأنني ساندت بعض سياسات الليبرتاريانز يعني قبل 5 أو 6 سنوات. حتى أنا انسحبت لأن هناك سياسات عنصرية، ولم أرى مجال داخل الحزب الجمهوري لشخص مسلم أو عربي يعني أن يكون لم يكن هناك مجال. ماذا عن المستقبل البعيد؟ يعني الآن نحن في نقطة محورية للحزب الجمهوري. الحزب الجمهوري هو لديه صوت جديد، هو صوت أبيض. ليست هناك يعني أي ثقة من الأقليات لدعم الحزب الجمهوري كحزب يعني مظلة للولايات المتحدة. هل يعني ذلك في اعتقادك أن الحزب الجمهوري في نهاية المطاف كما عرفناه حتى الآن سيموت ويبعث محله حزب آخر، أم أن هذا الحزب خاصة في ظل الانتعاش الحالي السيطرة على البيت الأبيض والكونغرس سيبعث الروح في الحزب الجمهوري كما عرفناه حتى الآن منذ أيام لينكولن؟ لا، أنا أعتقد أنه سيكون انهيار للحزبين، للحزب الجمهوري والديمقراطي خلال فترة السنوات ال4 القادمة. هنا يعني حقيقة بأن الحزب الجمهوري يسيطر على مؤسسات الدولة هو امتحان صعب للحزب الجمهوري، ليست فرصة. طيب جويس، أمامنا أقل من دقيقتين، كيف تنظرين أنت إلى مستقبل الحزب الجمهوري في الخريطة السياسية الأمريكية؟ يعني هذا يعتمد على مدى نجاح ترامب في العمل مع الأكثرية الجمهورية. هذا يعتمد عن انفتاحهم على الأقليات. إذا مضى ترامب بسياسات ضد المهاجرين ولو الغير الشرعيين، وإذا مضى بسياسات محافظة جدا، أعتقد أن الحزب أمام أزمة جديدة في 2018 يقابلها إعادة هيكلة الحزب الديمقراطي. ستتحدث أنت عنها خلال مرحلة مقبلة، إنما ما نراه اليوم أعتقد من الصعوبة جدا أن ينقذ ترامب الحزب الجمهوري. وبه نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي طبعا خصصناها للحزب الجمهوري وفوزه بالبيت الأبيض والكونغرس حتى في ظل حالة الاقتتال الداخلي التي شهدناها خلال الحملة الانتخابية. وأشير مرة أخرى إلى أننا سنخصص حلقة في المستقبل لوضع الحزب الجمهوري في ظل الهزيمة التي منيت بها مرشحته هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة. انتهت الحلقة. يمكنكم التواصل معنا كالمعتاد عبر بريدنا الإلكتروني وفيسبوك وتويتر. شكرا لضيفي جويس كرم ورائد جرار. شكرا لكم أنتم أيضا أينما كنتم. إلى اللقاء. نبض وخسارة الديمقراطيين لولايات صناعية مثل ميشيغان، مثل ويسكونسن وأوهايو. هنا هي الهزة السياسية الكبيرة للحزب الأزرق والنصر الكبير. يعني دونالد ترامب سواء كانت رسالته انقسامية أو لا، هو يعرف الغرائز الشعبية بشكل ممتاز وبنى عليها للوصول للرئاسة. رائد، كيف يبدو لك أنت وضع الحزب الجمهوري، حزب الفيل؟ هل بتصورك الانقسامات التي طفت إلى السطح وأكثر من طفت إلى السطح خلال الحملة الانتخابية، هل تعتقد أنها
انقسامات حقيقية أم أنه شيء طبيعي قسم حزب في نظام ديمقراطي يتحدث بأصوات مختلفة لكن في النهاية بلغ الهدف؟ انقسامات حادة جدا، انقسامات خطيرة جدا على مستقبل الحزب وعلى مستقبل الحزب الديمقراطي، حتى انقسامات شعبية حقيقة. يعني ما حصل يوم الثلاثاء الماضي من وجهة نظري كان هزيمة للحزب الديمقراطي أكثر مما هو نصر للحزب الجمهوري. يعني بالأرقام عدد الناخبين الذين صوتوا لدونالد ترامب أقل من عدد الناخبين الذين صوتوا لرومني أو لماكين، أقل، ولكن في الانتخابات السابقة. فيعني هناك فشل ذريع للحزب الديمقراطي أكثر مما هو نجاح كبير للحزب الجمهوري. إنما يعني تذكر أنه خلال الحملة الانتخابية شهور طويلة كان هناك تقريبا إجماع على أن الحزب الديمقراطي هو خيمة الجميع بمن فيهم الأقليات، أنه حزب متماسك وأنه في نهاية المطاف هو الذي سيفوز بالانتخابات. كان على النقيض من ذلك الحزب الجمهوري يصور على أنه حزب مشرذم، يعني فوزه بالبيت الأبيض والكونغرس بمجلسيه قد يشير إلى أنه حقيقة ليس مشرذم. كان هناك تشرذم احتمال حتى أكبر داخل الحزب الديمقراطي. يعني الانتخابات الأولية في الحزب الديمقراطي وظاهرة ساندرز التي شقت الحزب الديمقراطي يعني كان هناك انقسام عنيف في الحزب الديمقراطي. العديد من مساندي ساندرز قالوا بأنهم لن يدعموا كلينتون. عدد كبير من الأصوات ذهبوا للحزب الأخضر، حزب الخضر، أو صوتوا لترامب بالنتيجة. فبالتأكيد هناك انشقاقات كبيرة. كان هناك بروز لظاهرة الأحزاب الثالثة، يعني حزب الليبرتاريانز من الجانب الجمهوري أو حزب الخضر من الجانب الديمقراطي. هناك انشقاقات كبيرة، وأعتقد أن الانشقاقات داخل القاعدة الشعبية الديمقراطية أدت إلى عزوف الناخبين للذهاب إلى مراكز التصويت يوم الانتخابات. أنا سنخصص حلقة قادمة للانشقاقات أو لمستقبل الحزب الديمقراطي، إنما أريد أن نظل مع الحزب الجمهوري. جويس، يعني هذه الانشقاقات التي تقولين إنها حقيقية وموجودة في الحزب الجمهوري، كيف تعتقدين أنها ستؤثر على العلاقة بين دونالد ترامب في البيت الأبيض والجمهوريين في الكونغرس عندما يتعلق الأمر بصناعة القرار؟ أعتقد أنه سيكون لها تأثير كبير. منذ لحظات رأينا أن دونالد ترامب عين نائبه مايك بنس ليدير المرحلة الانتقالية وليس صديقه حاكم ولاية نيوجيرسي كريس كريستي. هذا اتجاه للمصالحة مع المؤسسة الحزبية. في حال بقي بول راين زعيم مجلس النواب، زعيم الغالبية في مجلس النواب، أعتقد أن هذا أيضا من باب مصالحة ترامب مع المؤسسة الحزبية. توزيع المقاعد، رأينا أيضا أنه سيأتي بوزير للمالية من وول ستريت. يعني أعتقد أن دونالد ترامب سيغازل هذه المؤسسة الحزبية، إنما ماذا سيكون الثمن مع ناخبيه الذين صوتوا له لأنه خارج هذه المنظومة وأرادوا ثورة اقتصادية في واشنطن. لا أعتقد أننا أمام ثورة حقيقية اليوم. أعتقد أن التنافس الحقيقي سيكون أيضا في السياسة الخارجية. رائد، هناك توتر يعني ما بين ترامب والقيادة السياسية في الحزب الجمهوري، ليس مجرد بسبب التوتر أثناء الحملة، بس أيضا بسبب وعوده الانتخابية. يعني الآن لديه برنامج انتخابي لل100 يوم الأولى، وضمن برنامجه الانتخابي يريد أن يمنع أعضاء أو يضع حد يعني تيرم ليميت، حد لعدد من المرات التي يمكن أعضاء الكونغرس أن يكونوا في الكونغرس. يعني هذا مخيف لأعضاء الكونغرس. أو مثلا يريد أن يضع حد لأعضاء الكونغرس أو مسؤولين في الإدارة الأمريكية ممن سيعملون كلوبيستس في المستقبل. يعني هناك حقيقة بعض التهديدات
المؤسسة السياسية داخل واشنطن دي سي، ليس مجرد بسبب تعليقات الانتخابية بس بسبب برنامج الانتخابي. طيب البرنامج الانتخابي، يعني هذا الرجل الآن هو الرئيس المنتخب، بعد شهرين سيصبح هو الرئيس الفعلي للولايات المتحدة، عنده أجندة قد يقال لا نعرف الملامح الكاملة لهذه الأجندة. لنأخذ مثلا وجه من أوجه تلك الأجندة، مسألة التعامل مع الهجرة. يعني بالنظر إلى العملية الحسابية الآن في الكونغرس لدى الجمهوريين، كيف تعتقد أن أجندة ترامب ستسير في مسألة الهجرة والمهاجرين؟ باتجاه كارثي، يعني سيقوم بقطع التمويل عن المدن التي تحاول الدفاع عن المهاجرين sanctuary cities، سيقطع التمويل الفدرالي عنهم. وعد الآن بطرد 2,000,000 من المهاجرين غير الشرعيين داخل الولايات المتحدة. يعني هل سيقوم بذلك بقرارات تنفيذية أم هناك أعداد كافية من مؤيديه من الجمهوريين في الكونغرس ستساعده على تحقيق ذلك؟ بالطريقتين. هناك أعداد كافية، يعني الحزب الجمهوري لأول مرة منذ العشرينيات من القرن السابق سيتحكم في البيت الأبيض ومجلس النواب ومجلس الشيوخ والمحكمة العليا. هناك يعني تحكم كامل بأجهزة الدولة، وبالتأكيد هناك إجراءات يعني تنفيذية سيقوم بها. جويس، لا أعتقد أن لديه الأكثرية الكافية في المجلسين لتمرير أجندته الاقتصادية أو في مجال الهجرة. مجلس الشيوخ 48 ديمقراطيين 51 جمهوريين، هذا لا يكفي. الديمقراطيين اليوم بإمكانهم استخدام وسيلة الفيليباستر أو عرقلة التصويت. سامحيني جوز، سنأتي إلى الشق الديمقراطي في الكونغرس، إنما الآن نتحدث عن الجانب الجمهوري. يعني بالنظر إلى الخلافات والانقسامات التي تقولين إنها موجودة في صفوف الجمهوريين، هل كل الجمهوريين في الكونغرس سيدعمون أجندة دونالد ترامب في مسألة الهجرة مثلا؟ لا أعتقد أن هناك توافق جمهوري على أي شيء اليوم، الهجرة أو غير الهجرة. من هنا أعتقد أن هذا التشرذم سيكتمل. ليس لدى دونالد ترامب أكثرية واضحة لدى الجمهوريين لتمرير أجندته، وهو يغير أجندته كل يوم. يعني حظر المسلمين، الأمس كنا نتحدث أنه حذفها عن الموقع، اليوم عادت إلى الموقع. ليس هناك رؤية واضحة بعد، لا نعرف من هو الطاقم الذي سيتسلم الإدارة، وعلينا الانتظار أعتقد قبل. تحملني رائد سؤال متابعة. يعني الآن الجانب أو الشق الديمقراطي في الكونغرس الذي تفضلت بالإشارة إليه، يعني ما إمكانية تحالف الديمقراطيين في الكونغرس مع خصوم دونالد ترامب في الكونغرس من الجانب الجمهوري، أو حتى مع دونالد ترامب؟ اليوم ما أغرب ما نراه في التحالفات الأمريكية في الكونغرس الذي قد يبرز هو تحالف بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، مثلا في موضوع التجارة الحرة ورفض اتفاق TPP والنافتا. TPP والنافتا. هنا بيرني ساندرز الخط الاشتراكي الديمقراطي اليساري يتفق مع جماعة دونالد ترامب في الكونغرس. هذا سيسهل على دونالد ترامب مثلا حذف هذا الاتفاق. إنما في موضوع الهجرة أعتقد ستكون سياسة انتحارية بامتياز للجمهوريين أن يغيظوا الأقلية اللاتينية ويمضوا بسياسات ضد الأقليات في هذه المرحلة. يعني خلال سنتين لدينا انتخابات أخرى للكونغرس، رهانهم يجب أن يكون على سياسات وسطية. رائد، عفوا، يعني كلام جويس يفترض أن كل أفراد فئة اللاتينو في المجتمع الأمريكي صوتوا ضد دونالد ترامب. هناك شرائح قطاعات منهم صوتت لصالحه، فبالتالي هل تتفق مع المنطق الذي تحدث به جويس الآن؟ يعني أنا كان عندي نفس التصور حقيقة قبل الانتخابات، بس ثلث
يعني 31% من المجتمع اللاتيني في الولايات المتحدة صوتوا لصالح ترامب. يعني مفاجأة كبيرة جدا للجميع، بأنه بعد أن وعد ببناء الجدار العازل، بعد أن سمى المهاجرين مغتصبين ومجرمين، والثلث الجالية صوتت لصالح. طيب يعني ماذا يعني هذا بالنسبة لأجندته في مجال الهجرة؟ لأن بعض هؤلاء يقولون نحن صحيح نحن لاتينو، لكن مسألة الهجرة ليست القضية الوحيدة التي تعنينا. هناك التعليم، هناك الصحة، هناك مناصب الوظائف، أمور أخرى تعنينا مثل ما تعني بقية الناخبين الأمريكيين. في موضوع الهجرة هو أكثر موضوع معقد، لأنه سيحتاج 60 عضو في مجلس الشيوخ لتمرير قرارات جديدة. يعني قضية إلغاء الأوباما كير أو النظام الصحي لأوباما تحتاج 51 عضو في السنت سيقومون بتمرير قرار أول يوم في الجلسة، وينهوا كل عمل الذي عمل عليه أوباما لمدة سنوات، يعني لأنه يحتاج 51 صوت. بالنسبة للهجرة معقدة أكثر، ولكن يعني لديه قبل أن تواصل لحظة في هذا الباب، يعني 51 صوت، يعني يمكن تقول أنت يمكن لدونالد ترامب أن يعتمد 100% على 51 صوت، ليست هناك انشقاقات. ما قبل قليل قلت هناك انشقاقات. صحيح، هناك انشقاقات أيديولوجية على بعض القضايا، يعني قضية مثلا التجارة الحرة، هناك انشقاق كبير داخل الحزب الجمهوري على قضايا تتعلق بالسياسة الخارجية. قضية الهجرة هي واحدة من أو قضية أوباما كير هي واحدة من القضايا القليلة التي قام الكونغرس بتمرير يعني 6 أو 7 قرارات لحد الآن محاولين إلغاء الأوباما كير. فيعني أعتقد بالنسبة لقضية التأمين الصحي هناك اتفاق جمهوري على القضية. طيب. وترامب سيلعب على هذه القضية، سيحاول بناء بعض العلاقات السياسية مع الجمهوريين بسبب معارضتهم للتأمين الصحي، سيحاول بناء بعض العلاقات مع الديمقراطيين بسبب معارضتهم طيب. لاتفاقيات التجارة الحرة. فيعني هناك بعض الحركات السياسية مفهوم. التي سيقوم بها. مفهوم. جويس، أشرت إلى مسألة السياسة الخارجية، نعرف على الأقل مرحليا كيف يشعر دونالد ترامب كمرشح رئاسي ثم الآن كرئيس منتخب وربما كرئيس إزاء بعض ملفات منطقة الشرق الأوسط، سواء فيما يتعلق بالعلاقة مع مصر عبد الفتاح السيسي أو مع الملف السوري أو مع الملف الخليجي إلى غير ذلك. كيف تعتقدين أن العلاقة بين دونالد ترامب في البيت الأبيض والعلاقة مع الجانب الجمهوري في الكونغرس ستؤثر في مقاربته لهذه الملفات؟ يعني عبد الرحيم، أعتقد أننا سنكون أمام مشهد غير مسبوق في التعامل مع السياسة الخارجية. دونالد ترامب يعني كي نكون واضحين يصغي إلى صهره جاريد كوشنر وإلى ابنته إيفانكا، هم مستشاروه الأقرب اليوم. معنى ذلك أنهم هذين الشخصيتين يتفقان معه في التقارب مع روسيا مثلا في سياسة منفتحة على 3 لاعبين في الشرق الأوسط، الأردن وإسرائيل ومصر. هنا اتصاله الأول خارجيا كان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أول مقابلة اليوم هي مع صحيفة إسرائيلية. من هنا أعتقد أن الخلاف مع الجمهوريين في الكونغرس سيكون حول الملف السوري أولا وأخيرا، وربما حول القضية الإيرانية. لا نعرف بعد كيف سيتوجه في مقاربة الملف النووي الإيراني. بعد مستشاروه يقولون أنه يريد إعادة التفاوض حوله. ماذا يعني ذلك؟ هل ستقبل إيران بذلك؟ هو يريد قوة عربية مثلا من مجلس التعاون الخليجي في سوريا والعراق. هل ستقبل إيران؟ هل سيقبل العراق في ذلك؟ يعني أسئلة مفتوحة بناء على كون هذه الأسئلة مفتوحة. يعني هذا الرجل ترشح وقال للأمريكيين أنا أريد أن أحل مشاكلكم المباشرة، يعني سوريا، مصر، الخليج، كثير من الأمريكيين لا يعتبرونها مشاكل مباشرة. هذه أسئلة مفتوحة. تقولين هل سيكون لدى الرجل متسع من الوقت في أجندته ليخصصه لهذه الأمور الشائكة في الخارج، بينما هو وعد الناخبين في الداخل الأمريكي بأمور صعب حتى على أوباما خلال 8 سنوات تحقيقها؟
لا أعتقد أن ترامب هو شخصية ستنغمس في السياسة الخارجية. هو انعزالي بمواقفه بعض الشيء، يعني عارض الحرب على العراق، عارض الغزو في ليبيا، يبدو بطبعه أقرب إلى الشخصيات الدكتاتورية في المنطقة، ويريد سجلا اقتصاديا أكبر ما هو سياسي في المنطقة. لديه علاقات جيدة جدا مثلا مع رجال الأعمال في تركيا، مع رجال الأعمال في قطر. هنا اسم من أحد مستشاري توم براك من أصل لبناني، أعتقد سيكون له دور كبير في الإدارة، وهو رجل أعمال معروف في المنطقة. رائد، يعني هذا الرجل رجل أعمال كما هو معروف، هذه خلفيته. الكونغرس يمسك بحقيبة المال في الولايات المتحدة، يمول المشاريع ويمول السياسات. الكونغرس يسيطر عليه الجمهوريون. يعني ما حجم التحدي أو حجم الفرص التي يتمتع بها دونالد ترامب الآن بالنظر إلى أن الكونغرس هو الذي يمسك حقيبة المال؟ يعني صحيح، يعني النقطة الرئيسية هي نعم، هنالك مسودة لقرار تتعلق بالعمل مع الأسد إليوت إنجلوف من نيويورك، هو من يتبناها، وهذه سوف تتحرك في الكونغرس في الأسبوع القادم. أعتقد هنالك 70 راع لها من الجمهوريين والديمقراطيين، ولكنها تضم كلا الحزبين، ومجلس الشيوخ سوف ينظر فيها، ولكنها تركز الانتباه على سوريا والتي تجاهلناها لوقت طويل. جاك كينغستون، شكرا لك. I look forward to coming back. عضو الكونغرس الجمهوري السابق جاك كينغستون الذي كان مستشار في حملة دونالد ترامب. قبيل يوم الحسم في انتخابات هذا العام 2016 تحدث إلى الجزيرة مخرج الأفلام الوثائقية الشهير مايكل مور، صاحب أفلام حصدت جوائز مرموقة كفيلم فahrenheit أحداث 11 من أيلول سبتمبر، وينتقد الفيلم للتذكير بسخرية أحيانا ومرارة أحيانا أخرى السياسة التي اتبعها الرئيس الأسبق جورج بوش في أعقاب تلك الأحداث. ومن بين أفلامه أيضا فيلم سيكو أو المريض، الذي يمتدح فيه النظام الصحي الذي توفره الحكومة الكوبية لشعبها، على خلاف ما يصفه بالنظام الصحي الفاشل في الولايات المتحدة. مايكل مور، حياك. بعض الأمريكيين يقولون إذا فاز ترامب سنغادر الولايات المتحدة إلى بلد آخر. عطفا على فيلمك سيكو، هل تنصحهم بالعيش في كوبا مثلا، أم أن هذا سؤال سخيف؟ نعم، لن أقول إن سؤالك سخيف، لكنني أقدر مزاحك. هذا ما سأقوله. هناك من الأمريكيين من يشتكي من أنه لا يفهم سياسات ترامب، هل تفهمها أنت؟ وإذا كنت تفهمها هل يمكن أن تشرحها؟ نعم، بإمكاني تفسير سياسات دونالد ترامب ببساطة. هي كالتالي: كيف ستؤثر علي؟ هل بإمكاني جني أموال؟ كل شيء يتمحور حولي. هل تحمل اسمي؟ هذه هي سياساته. ماذا عن هيلاري كلينتون؟ كما تعرف العرب الأمريكيون يدعمونها، ولكن إذا كنت فلسطينيا أمريكيا مثلا هل ستدعمها؟ عندما ألقت هيلاري خطابها أمام أيباك في وقت سابق هذا العام، كانت تلك من أكثر اللحظات حزنا خلال هذه الحملة الانتخابية. انظر، معظم الأمريكيين يدعمون إسرائيل ولا يريدون حدوث شيء لإسرائيل ولشعب إسرائيل، لكن هذا الموقف لا يحمل أي مصداقية أو نزاهة إذا لم تكن مستعدا لقول نفس الشيء عن الفلسطينيين. إذا قلت أنك تدعم إسرائيل وأنك ستدافع عنها، لكنك لن تدافع عن البشر الآخرين الذين يعيشون هناك، فمن أنت إذن؟ في الحقيقة أنت تعادي ما تدعو إليه الديانة اليهودية والمسيحية والإسلام وجميع الديانات العظيمة التي تدعونا
إلى محبة جيراننا وإلى تقديم المعاملة الحسنة وألا نقتل أحدا، وسيكون أمامنا الكثير من العمل فيما يتعلق بهذا الأمر. نهاية، يعني إذا كنت عربي في منطقة الشرق الأوسط، كيف ستنظر في هذه اللحظة من التاريخ إلى مستقبل العلاقات الأمريكية العربية؟ أشعر بالأسى مما ارتكب باسمنا، وأريد تغيير ذلك خلال حياتي. وأود من العرب والمسلمين على هذا الكوكب أن يعلموا بأننا أصدقاء لهم، وسندافع عنكم كما ندافع عن أي شخص يتم إساءة معاملته. وعندما تريدون الثورة على أنظمتكم، يجب أن نقف إلى جانبكم وأن نساعدكم، ليس بالقوة ولكن بنفس الطريقة التي ساعدتنا بها فرنسا في ثورتنا. لذا أشكركم على إتاحة الفرصة أمامي لتوضيح ذلك، وأعدكم ببذل كل ما أستطيع للمساهمة في تحسين هذا العالم. مايكل مور متحدثا إلى الجزيرة قبيل موعد الاقتراع في الانتخابات الأمريكية الأخيرة. بعد الاستراحة جويس كرم ورائد جرار عن كيف اكتسح حزب مبعثر الساحة الانتخابية وكيف يبدو مستقبل انقساماته وحظوظه أيضا في البقاء. ثواني ونعود. أهلا بكم جميعا إلى الجزء الثاني من هذه الحلقة، ومعي في هذا الجزء كل من جويس كرم الصحفية والكاتبة، وكذلك المحلل السياسي رائد جرار. مرحبا بكما. أبدأ بك جويس. سمعت ما قاله العضو الكونغرس السابق، ليس هناك تشرذم قال في الحزب الجمهوري ما مكنه من حصد هذا الفوز والحصول على البيت الأبيض والكونغرس هو أن هناك قواعد جمهورية موحدة. ما رأيك في هذا الكلام؟ يعني فعلا سمعت الكونغرسمان السابق كينغستون، وأعتقد أنه ضرب إما من الدعاية السياسية أو الخيال. الزلزال السياسي الذي شاهدناه هو زلزال تاريخي فعلا، أكثرية حاكمة، تفويض كبير للجمهوريين في واشنطن، إنما الانقسامات هي أيضا غير مسبوقة داخل الحزب الجمهوري، حتى داخل التذكرة الجمهورية بين دونالد ترامب ونائبه مايك بانس. الانقسامات هي حتى في الحزب الديمقراطي الأمريكي بين أقصى اليسار وخط الوسط. أعتقد عبد الرحيم، يعني أنا وأنت في واشنطن منذ وقت طويل، ونحن أمام خارطة سياسية جديدة اليوم في التحالفات، في الأجندة السياسية للحزبين، ولا أعرف كيف ستنبلج هذه الأجندة السياسية كأجندة حكم للجمهوريين من دون فض خلافاتهم حول قضايا أساسية ليس فقط في الشرق الأوسط بل أيضا في القضايا الاقتصادية، في القضايا الاجتماعية. هذه يعني الصراعات الداخلية ستتضح أكثر في الأسئلة. يعني طبعا سنواصل الحديث في مسألة التشرذم من عدمه، إنما أنت ذكرتي أننا نحن الآن موجودون في واشنطن منذ زمن طويل. أشرت كذلك إلى الزلزال، يعني يقال من يعيش مثلنا في واشنطن يشرب من نفس الكوب. هذه الكوب طبعا حالت دون أن ينظر إلى الزلزال من وجهة النظر الأخرى. وجهة النظر الأخرى ما هي؟ عام 2008 انتخب أول رئيس أسود اسمه حسين، اعتقد أنه مسلم، مثل ذلك زلزال بالنسبة لمن صوتوا لصالح ترامب هذه المرة. أكيد، يعني والمفارقة هنا أن بعض الشريحة التي صوتت لباراك حسين أوباما صوتت لدونالد جي ترامب. أعتقد أن الاستطلاعات فشلت، أن الرئيس باراك أوباما نفسه فشل في دس هذا الكونغرس الجمهوري السابق جاك كينغستون. وأذكر بأنك كنت مستشار في حملة ترامب. بداية يعني السؤال الأساسي، كيف تمكن الحزب الجمهوري حتى وهو في حالة الانقسام الشديد التي ظهر بها خلال الحملة الانتخابية من تحقيق هذا الفوز الكاسح؟ البيت الأبيض، الكونغرس بمجلسيه.
نحن كانت لدينا رسالة قوية مقارنة مع هيلاري كلينتون. ليس بوسعك أن تذكر ثلاثة أشياء التي تمثلها. كان هيلاري بالنسبة لترامب كانت تخفيض الضرائب وكذلك استبدال وإلغاء الرعاية الصحية لأوباما وإصلاح البنية التحتية. الناخب قال هذا ما يمثله دونالد ترامب. أما رسالة هيلاري كلينتون فكانت أنا لست دونالد ترامب، وهذا لم يكن كافيا. وفي الأسبوعين الماضيين فإن باراك أوباما والمشاهير وأولئك الذين اجتمعوا حول هيلاري قاموا بكثير من الصخب، ولكن هذا جعلها تبدو وكأنها امتداد لباراك أوباما، والشعب رفض ذلك. ومع ذلك كلامك قد لا يفسر كيف تمكن الحزب الجمهوري من تحقيق هذا الفوز الكاسح. يعني أذكرك خلال الحملة الانتخابية كانت كل المؤشرات تقول الحزب الجمهوري هو حزب فئة بيضاء متضائلة عدديا، وبالتالي عرقيا ظهرت انقسامات. هذا الجمهوري يؤيد دونالد ترامب، هذا ينتقد دونالد ترامب، وبالتالي لم يكن أحد يتصور أن يحقق حزب منقسم ومشردم الفوز حتى فيما يتعلق بالسباق على البيت الأبيض ناهيك عن الكونغرس. دعني أقول أن التقارير بأن الحزب منقسم كانت مبالغا فيها من قبل منتقدي الحزب. على سبيل المثال اللجنة الوطنية الجمهورية، وهي تقوم بعملية التنسيق ولكنها كيان مختلف، لأن عليها أن تعيد انتخاب ليس فقط أعضاء الكونغرس ولكن أيضا المشرعين على مستوى الولاية. على الأرض اللعبة على الأرض بالنسبة للجنة كان لديها 6000 موظف، كان يذهب من باب إلى باب ويطلب من الناس أن يسجلوا، وبالتالي هذا كل حزب كانت لديه طريقته، ولكننا كانت لدينا آلية جيدة على الأرض والناس لم يعرفوا ذلك. إنما يعني معذرة على الإصرار، يعني عندما يكون زعيم الحزب وهو المرشح للرئاسة يتقاتل أمام الملأ مع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب بول راين، هذا فقط نموذج على سبيل المثال لا الحصر، ويقال لنا في نهاية المطاف لا، الجمهوريون اكتسحوا الانتخابات، فازوا بالبيت الأبيض، فازوا بمجلس النواب، فازوا بمجلس الشيوخ. كيف يعقل؟ أعتقد أن الرسالة التي جاء بها دونالد ترامب كانت أكبر من المنتقدين داخل الحزب وخارجه، وهذه الرسالة كانت رسالة تغيير والوظائف والأمن الوطني والهجرة. وأعتقد أن العائلة العادية شعرت بأن حكومتها لم تستجب لها، سواء كان ذلك يتعلق بتكاليف الرعاية الصحية الغالية أم المصانع. شعرت هذه العائلات بأنها تعبت من الحزب الجمهوري في واشنطن والحزب الديمقراطي في واشنطن، وأرادت شخص من الخارج. هيلاري كلينتون أنفقت الكثير من الأموال، ولكن دونالد ترامب أنفق من ماله الخاص. الحزب الجمهوري هو تاريخيا حزب أبراهام لينكولن الذي يوصف بأنه محرر العبيد. مع ذلك قيل على مدى ال4 سنوات الأخيرة على الأقل أن الحزب الجمهوري لم يعد خيمة تجمع ليس فقط البيض، تجمع كذلك الأقليات ومن بينهم الأفارقة الأمريكيين. أنت الآن تقول كل هذا الكلام ليس صحيح، هناك خيمة جمهورية تجمع الجميع. دعني أعطيك مثالا.
جون ماكين حصل على 4% من الأصوات الأفريقية الأمريكية. رامني حصل على 6% وترامب 8%. والسبب هو أن الأفارقة الأمريكان يريدون الوظائف واللاتينيون أيضا يريدون الوظائف. ليست لدي كل الأرقام ولكنهم يستجيبون أيضا للأمن الوطني وتكاليف الرعاية الصحية وما إلى ذلك. لدينا الكثير من اللاتينيين والأفارقة الأمريكيين في الحزب، ولكن منتقدي الحزب يقولون أن ذلك ليس حقيقا، ولكن غالبية الأمر هم في الواقع هم من الديمقراطيين، ولكن لدينا من يساندنا. وسوف تفاجؤون جميعا بصورة جيدة أن حكومة ترامب ستكون شمولية. سنرى. إنما عموما مستقبل الحزب الجمهوري الآن وتبعات ما قد يؤول إليه مستقبل الحزب الجمهوري ليس فقط على الأمريكيين بل كذلك على بقية العالم، بالنظر إلى أن الرئيس والكونغرس من الجمهوريين. هناك سياسات تتصل بخارج أمريكا. كيف تنظر إلى ذلك المستقبل؟ ما هي ملامحه؟ أعتقد أنه سيعيد دراسة الاتفاقية مع إيران. لقد عرضتم في وقت سابق قطعة عن اتفاقية المناخ. سوف يعيد دراسة هذا الأمر وسوف يعيد دراسة علاقتنا مع الحلفاء، وقال أنه فيما يتعلق بالأسد وسوريا سوف يعمل مع روسيا، وإذا اضطر إلى أن يعارضها سوف يفعل ذلك. أعتقد أن قضية سوريا هي مشكلة عالمية تم تجاهلها من قبل الغرب، وعلينا أن نؤكد عليها. 400,000 شخص قد توفوا، وهنالك أزمة مهاجرين. وأعتقد أن قضية الأزمة في اليمن أيضا يتم تجاهلها، وعلينا أن نساعد دول الخليج على أن نحقق الأمن والاستقرار في اليمن وأي مكان في المنطقة. الآن بالنسبة للعملية الحسابية داخل مجلس الكونغرس، يعني هل ترى في العملية الحسابية ما يشير إلى أن دونالد ترامب كرئيس جمهوري يحاول أن يغير السياسة الأمريكية إزاء سوريا مثلا كما تفضلت الآن؟ سيجد في العملية الحسابية في الكونغرس بين من كانوا ينتقدوه وبين من كانوا يساندونه ما يدعم موقفه بحيث يتمكن من تغيير السياسة الأمريكية إزاء سوريا، سياسة باراك أوباما. مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم جميعا إلى حلقة جديدة من برنامج من واشنطن. إذن اكتسح الفيل، رمز الحزب الجمهوري، البيت الأبيض والكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ. وقد جاء ذلك في أعقاب حملة انتخابية شرسة قسمت الحزب أو الشعب الأمريكي وكشفت حالة من الاقتتال والتشرذم داخل حزب الفيل نفسه. حان الوقت كي تداوي أمريكا جراح الانقسام وأن نقف سويا. وأقول لكل الجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين في أمتنا أنه حان الوقت لنقف جميعا كشعب متحد. نعم، لقد حان الوقت، وأتعهد لأي مواطن في بلدنا بأن أكون رئيسا لكل الأمريكيين، وهذا أمر هام بالنسبة لي. سؤال: كيف تمكن حزب مقسم ومقتتل من تحقيق فوز كاسح بزعامة دونالد ترامب؟ ثم كيف سيحكم هذا الحزب المقسم خلال ال4 سنوات المقبلة؟ وأخيرا وليس بآخر، كيف يبدو مستقبله في فسيفساء الشعب الأمريكي العرقية والدينية والثقافية؟ أسئلة سأطرحها على عضو الكونغرس الجمهوري السابق جاك كينغستون، الذي بالمناسبة كان مستشار في حملة دونالد ترامب.
ولكن قبل ذلك ينضم إلي من أمام مجلس الكونغرس الزميل محمد العلمي. محمد، ما طبيعة الانقسامات في أوساط الجمهوريين التي يخبئها هذا الفوز الكاسح للجمهوريين في الكونغرس؟ عميقة وكثيرة عبد الرحيم، وربما غير مسبوقة في التاريخ الحديث، وربما أسوأ ما فيها هو ما هناك من يعتقد أن الحزب الجمهوري كان يعاني منذ رئاسة أيزنهاور في خمسينيات القرن الماضي من انفصام في الشخصية السياسية، أي أنه كان يذهب للانتخابات بشعارات حادة، لكنه بمجرد ما يصل إلى الحكم يرتمي في أحضان كبريات شركات النفط والدواء والشركات العابرة للقارات والوول ستريت، وينسى جو العادي، المواطن الأمي أو صاحب الدخل المحدود، الفلاح الذي يعيش في الأرياف، الذي يكره الحزب الديمقراطي والليبراليين والليبرالية، يصوت للحزب الجمهوري لأسباب أخلاقية واقتصادية، لكن حينما يحكم الحزب الجمهوري لا يفعل له شيئا. الآن جاء ترامب بما يسميه حركته الترامبية ليضع الناخب الجمهوري على الأرض في مواجهة زعامة حزبه التي صوت لها أكثر من مرة وشعر بخيبة الأمل منها ووصول ترامب. وربما هذا جواب جزئي على سؤال كيف وصل بالقواعد التقليدية للحزب الغاضبة على المؤسسة ليعمق الشرخ بين زعامة المؤسسة الحزبية وبين قواعدها الانتخابية. طبعا أريد أن نتحدث كذلك عن علاقة، كما أشرت إليها، علاقة ترامب بالجمهوريين في الكونغرس، نعود إليها، إنما أريد أن أسألك عن الانقسامات بين الجمهوريين داخل مجلس الكونغرس نفسه. إلى أي مدى تسود انقسامات؟ هناك انقسامات في الحزبين لكنها أكثر حدة لدى الحزب الجمهوري، وستطفو إلى السطح مع رئاسة ترامب حينما تتعارض ضغم الحزب مع الحركة الشعبوية وشعاراتها التي رفعتها. مثلا العداء العميق لترامب وجماعته لاتفاقية التبادل التجاري الحر. اتفاقات التبادل التجاري من الأسس الإيديولوجية العميقة للحزب الجمهوري، والديمقراطيون جاءوا متأخرا لذلك في عهد كلينتون ونافتا. الآن والمفارقة أنه يقترب من يسار الحزب الديمقراطي ومن النقابات التي تعارض اتفاقات التبادل التجاري. هذا واحد من خلافات عميقة وكبيرة على امتداد التعاليم الحزبية إن صح التعبير، التي يعتقد أو يعد ترامب في نظرها مرتدا، ولكنه يتمتع بقاعدة شعبية ساهمت أيضا في إيصال والحفاظ على أغلبية الجمهوريين في مجلسي الكونغرس، لأن القواعد التي خرجت يوم الثلاثاء الماضي صوتت لترامب وصوتت أيضا للجمهوريين وحافظوا على أغلبيتهم أيضا. يعني عطفا عليه وبإيجاز شديد لو سمحت، عطفا عليه، يعني هل المفترض الآن أن يقول ترامب للجمهوريين في الكونغرس ممن قد يعارضون: اسمعوا، أنا لم أفز بالصوت الشعبي لكني فزت بأصوات المجمع الانتخابي، عندي تفويض من الشعب وبالتالي يجب أن تذهبوا معي حيث أريد أن أذهب؟ بالأكثر من ذلك عبد الرحيم، سيقول لهم أنتم أخطأتم خلال العقود الماضية، أنا نجحت في إعادة جمهورينا إلى البيت الأبيض وهذه قواعدكم الشعبية يجب أن تستمعوا إليها. لكن المشكلة بالنسبة للجمهوريين أنهم حكموا خلال 70 سنة الماضية بضغمة مختلفة عن الضغمة التي أوصلت أو الشعارات الانتخابية التي أوصلت ترامب، وهنا سيصطدم القطاران، لأن المشرعين هنا
يريدون الحفاظ على مقاعدهم، لكنهم لا يستطيعون الذهاب بعيدا مع ترامب خوفا أيضا على تلك المقاعد، خاصة إذا ذهب ترامب بعيدا في مواقفه العنصرية، في مواقفه وربما تصريحاته التي قد تزلزل الأسواق المالية الأمريكية والعالمية. وهناك يعني خوف على المستقبل السياسي للحزب وللمقاعد، وأيضا خوف على الاقتصاد وعلى البلد، وكيف سيستطيع الطرفان التوفيق. ستكون السنوات الأربع الماضية مثيرة للمراقبة للصحفيين ولطلاب العلوم السياسية، لأنها مرحلة غير مسبوقة إطلاقا في التاريخ السياسي الأمريكي. وبكل تأكيد نحن سنغطي تطورات السنوات الأربع المقبلة. الزميل محمد العلمي انضم إلي مشكورا من أمام مجلس الكونغرس، وأذكر هنا بما قالته المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون عند تسليمها بخسارتها وفوز غريمها دونالد ترامب. رأينا أن أمتنا منقسمة أكثر مما ظننا، لكنني ما زلت أؤمن بأمريكا وسأواصل ذلك. وإذا كنتم مثلي علينا القبول بالنتيجة والنظر إلى المستقبل. دونالد ترامب سيكون رئيسنا، يجب أن نتعامل معه بعقل منفتح ونمنحه فرصة الحكم. يسعدني أن أرحب بك عضو